يعني مش ده برضه ده اداء النادي الاهلي النهارده يا جماعه بصراحه. خلال الشوط والشوط الثاني الاهلي ما جاش. الاهلي سيء جدا الحقيقة، استهتار كبير جدا من اللعيبه، في حاله رعونه كبيره جدا، في ثقه زايده حتى في تنفيذ ضربات الجزاء وحتى في التعامل مع الكرات ويمكن من افضل لعيبه النهارده الاهلي في المباراه النهارده كان رامي ربيعه. هو يمكن من افضل اللعيبه لو بصيت لكل الاحصائيات وتيجي تقيم لعيبه النادي الاهلي، هو رامي ربيعه افضل لاعب. لكن في المقابل جوميز الحقيقه تغيير العبقريه، تغيير ناصر منسي، وقدر ويجيب هدف في توقيت مهم جدا في الدقيقه 78 بعد ضغط وهيمنه واستحواذ كبير جدا لنادي الزمالك خلال مجريات الشوط الثاني. الزمالك الحقيقه قدر ان هو يحسم المباراه، وكان على فكره كان الزمالك قادر ان هو يحسم المباراه خلال ال 90 دقيقه، خلال الوقت الاصلي. مش معنى الاهلي الزمالك كسب ضربات الجزاء الزمالك